أهلا بيكم من أمريكا مع أيمن. لسه بنتكلم عن السياسة، ومش هنبطل كلام عن السياسة لغاية الانتخابات. طبعا بنحاول نتكلم عن حاجات تانية جنب السياسة تهم حضراتكم، ولكن الشغل الشاغل حاليا دلوقتي هو السياسة والتحضير للسياسة والانتخابات اللي جاية في 2024 في شهر نوفمبر اللي جاي. الانتخابات دي يا جماعة هتكون انتخابات قوية جدا وانتخابات مفصلية، خصوصا ان حصل فيها حاجات مختلفة تماما عن الانتخابات الأمريكية اللي بنشوفها على مدار سنين. زي مثلا محاولة اغتيال ترامب، زي مثلا ان بعد ما كان بايدن بيقول ان هو هينزل الانتخابات رجع انسحب وقال لا مش هينزل ورشح مكانه كاملا هاريس. زي التخبط اللي بنشوفه على مستوى الحزب الديمقراطي واللي المفروض كان هو متماسك. حاجات كتيرة جدا جدا جدا. وبمناسبة الكلام عن انسحاب بايدن، قريب ان شاء الله هكلمكم عن كواليس انسحاب بايدن، لان في كلام كده عنها مش مريح قوي، وبيقول ان الموضوع ده تم بالضغط الشديد عليه. هنتكلم فيها قدام لما بس الامور تتضح اكتر ويبقى في كلام ممسوك كده نقدر نتكلم عليه. ولكن النهارده عايز اكلم حضراتكم عن حاجه مهمه جدا لازم كلنا نبقى عارفينها، وهي فلسفه الحزبين والفرق ما بين تفكير الحزبين، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. ليه مهم جدا ان انا اكون فاهم لان انا مش بنتخب شخص. يعني انا لما هروح انتخب الحزب بايدن، لو كنت بايدن يعني قبل ما ينسحب حاليا دلوقتي كامل هاريس، ولكن لسه ما تاكدش ان هي تكون المرشح الديمقراطي المحتمل، لان لسه الحزب الديمقراطي ما عملش الكونفنشن بتاعه، او ما عملش المؤتمر الانتخابي بتاعه، اللي زي ما حصل وشرحت لحضراتكم عن المؤتمر الانتخابي اللي اتعمل واللي كان في الحزب الجمهوري، واللي فيه الحزب الجمهوري كله ادى ترشيحه لترامب وادى النائب لفانس. فلسه هنشوف بقى احنا الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي هيدي صوته لمين، ومين اللي هيكون المرشح الديمقراطي المحتمل على منصب الرئيس وعلى منصب نائب الرئيس. خلونا النهارده نتكلم بسرعه كده عن فلسفه الحزبين في 5 مواضيع مهمه جدا. ال5 المواضيع دي هتفرق معانا احنا كناس جايين من اصول شرقيه وعايشين هنا في امريكا، او لو حتى ناس بتتفرج علينا من بره امريكا، من الناس اللي هي بدات تحضر حالها ان هي جايه تعيش هنا. خصوصا انك لازم تكون فاهم كويس جدا انك لما بتدي صوتك لمرشح، عشان انت مش بتدي لمرشح بعينه قد ما بتدي صوت لحزب. لان بعد كده هيجي بعد ما بيختار الرئيس ونائب الرئيس، وبعد كده يجي يتكون بقى الكونجرس بالقطبين بتوعه، السينات والهاوس، هيبقوا الناس دول اللي بيشرعوا القوانين وبيقولوا انت هتعمل ايه، وحاجات كتيرة جدا هتبقى ورا الموضوع ده. فاحنا بنتكلم عن اختيار فلسفة حزب. لازم نكون فاهمين في 5 مواضيع مهمة هكلمكم فيها النهاردة، لازم نكون فاهمين فلسفة الحزبين فيها بتتحرك ازاي. أول نقطة هي اللي شاغلة بال ناس كتير جدا، هي فلسفة الحزب بخصوص الهجرة، سواء كانت حضرتك مهاجر قاعد هنا في أمريكا، أو مهاجر لسه بتفكر إنك تيجي أمريكا، أو أوريدي خدت موافقة على الهجرة بتاعتك أيا كان، أو عاوز تجيب حد من قرايبك، أو عاوز تعمل لم شمل لحبايبك، أيا كان. فلسفة الحزبين مختلفة. الحزب الديمقراطي فتح على البحر زي ما احنا شايفين، ومش بيفرق معاه قوي اللي بيدخل، حتى هو بيساعد اوقات الهجرة الغير شرعية بشكل كبير. ودي اللي بيعارضها تماما الحزب الجمهوري. الحزب الجمهوري ضد فكرة الهجرة الغير شرعية، هو مش ضد الهجرة وما ينفعش يكون ضد الهجرة، لأن أمريكا قايمة على التعددية، وأمريكا دولة هجرة في المقام الأول. يعني أكبر 3 دول في العالم بيشجعوا الهجرة، أمريكا وكندا وأستراليا، معروفة جدا يعني. ففكرة الحزب الجمهوري هو بيقول لك احنا بنشجع الهجرة، ولكن الهجرة الشرعية. الناس اللي جاية عن طريق لوتري لم شمل، الناس اللي جاية عن طريق حتى لو كان لجوء، بس لجوء بشكل هجرة شرعية، يعني داخل البلد بشكل شرعي، مش داخل عن طريق التهريب أو الحدود أو الخلافة. فده بالنسبة لفلسفة الحزبين بالنسبة للهجرة. النقطة الثانية هي الضرائب، ودي نقطة مهمة جدا لكل الناس اللي عايشة في أمريكا. لازم نبقى فاهمين الفرق ما بين فلسفة الحزبين في الضرائب، انها مختلفة تماما. الحزب الجمهوري بيميل الى عدم فرض ضرائب كتير على الناس، علشان لما هيفرض ضرائب كتير على الناس، هو الحالة دي ان هو هيقلل حركة السوق، وما بيحبش يفرض ضرائب كتير على المستثمرين علشان ما يقيدش المستثمرين. بالعكس، هو بيميل ان هو يدي للمستثمرين امتيازات ضريبية علشان المستثمر يزود استثماراته ويشغل ناس اكتر، فبالتالي يقلل البطالة. الحزب الديمقراطي العكس،
الحزب الديمقراطي بيميل الى فرض الضرائب اكتر على المؤسسات الكبيره اللي هي اللي بيسموها الميجا كوربوريشنز او اللارج كوربوريشنز، علشان يعمل هو في اعتقادهم يعني بيعملوا موضوع العداله الاجتماعيه، في حين ان لما بيفرض ضرائب كتيره على المؤسسات الكبيره هو بيخلي المؤسسات الكبيره دي تعمل نوع من انواع الانكماش، لانها اول حاجه دايما بتفكر فيها لما بيكون عليها ضرائب عاليه ان هي تقلل العماله، وبالتالي بتزود البطاله اكتر. الحزب الديمقراطي بيميل الى تخفيض الضرائب على الافراد وتزويدها على المؤسسات. الحزب الجمهوري بيميل الى المحافظه على معدلات ضرائب منخفضه سواء على الافراد او المؤسسات، بحيث ان هو يزود فرص العمل وفي نفس الوقت يزود الانتعاش الاقتصادي. ثالث حاجه هي التضخم، وكانت باينه قوي في المناظره الرئاسيه اللي كانت ما بين ترامب وما بين جو بايدن قبل ما يعلن على انسحابه. التضخم واضح ان في فلسفه عند الحزب الجمهوري لمحاربه التضخم، وهي زياده الانتاج المحلي، تقليل الاستيراد بقدر الامكان، وفي نفس الوقت اتاحه فرص عمل جديده. كان واضح من لما اتسال جو بايدن على موضوع التضخم ان ما كانش عنده اجابه واضحه للموضوع، وده كان بيقول برضه يعني بيقول ان الحزب الديمقراطي كمان ما عندوش فلسفة واضحة لمحاربة التضخم في الوقت الحالي اللي احنا فيه. وده لما بقول للحزب مش بتجنى عليهم علشان انا راجل يعني جمهوري او انتمائي جمهوري، لا انا مش بتجنى على حد، ولكن حتى لما تبصوا على المرشح الحالي الاكثر حظا هي كاميلا هاريس، هي كانت النائب بتاع ترامب بتاع بايدن لمدة 4 سنين، وما كانش واضح ان في فلسفة واضحة خالص عندهم في معالجة موضوع التضخم. اتكلمنا عن الهجرة واتكلمنا عن الضرائب واتكلمنا عن التضخم. اخر نقطتين دول مهمين جدا بقى يا جماعة، ركزوا فيهم كويس عشان التعليم بتاع اولادنا في الجاي. موضوع تشجيع المثلية الجنسية. الحزب الجمهوري بيعتبر من الاحزاب المتدينة، او من الاحزاب اللي بيسموها الكونسرفاتيف او المتحفظة. هم احزاب الحزب الجمهوري هو حزب عنده موضوع الدين والصح والغلط والحرام والحلال والحاجات دي اللي احنا كشرقيين يعني بنؤمن بيها، فهو بيتبنى الفكرة دي. هو ضد فكرة نشر فلسفة المثلية الجنسية أو عمليات التحول الجنسي في المناهج الدراسية، هو ضدها تماما. وحتى لما حضراتكم بيشوف عايش في ولايات جمهورية، في الولايات الجمهورية اللي هو بيسموها ريد ستيتس مش موجود خالص موضوع ده في المناهج الدراسية أو مش مطروح. وحتى لما يعني تم الضغط أكتر من مرة إن هو يتم طرحه في المناهج التعليمية، تم رفضه من البورد اوف اديوكيشن بشدة في كتير من الولايات الجمهورية، مع وجود طبعا بعض الاستثناءات عشان أكون بس صريح. بالنسبة للحزب الديمقراطي فهو بيشجع موضوع التعليم، المناهج الدراسية يكون فيها المثلية الجنسية، بيشجع على موضوع وكنت كلمت حضراتكم قبل كده في حلقة سابقة على حاكم ولاية كاليفورنيا اللي كان طلع قرار ان من حق الاطفال اللي دون السن، اللي هو دون سن 18 سنة، ان هم يحق ليهم ان هم عاوزين يعملوا عمليات تحول جنسي او ياخدوا هرمونات او ياخدوا محفزات لتغيير النوع من ذكر الانثى او العكس، لا يحق للوالدين ان هم يشتركوا في الموضوع ده، والمدرسة ممكن تساعدهم وتكتم على الموضوع دون رجوع للاهل. وطبعا سمعنا عن الفضيحة الشهيرة اللي حصلت او اللي اتكلم عنها رجل الاعمال ايلون ماسك، وكان اتكلم عن موضوع ابنه اللي اتحول لبنت، والموضوع ده وهي حتى لسه طلع او ابنه ده طلع من كام يوم على السوشيال ميديا وكذب باباه وقال لا ده ما حصلش، وان والدي ملوش الحق، وفي لغط كتير قوي في الحته دي. ولكن فلسفه الحزب الديمقراطي بتشجع جدا الموضوع ده. وابسط حاجه لو انت عاوز تتاكد ادخل على صفحه البيت الابيض حاليا، هتلاقي في شهر 6 اللي فات رفعوا علم المثليه الجنسيه في البيت الابيض، ودي كانت اول مره تحصل. اخر حاجه بقى موضوع برضه من المواضيع المهمه جدا واللي عاوز اوضح لحضراتكم فيها فلسفه الحزبين، هو موضوع الاجهاض. الاجهاض من المواضيع الشائكه جدا واللي اتكلموا عنها في المناظره الرئاسيه، وبرضه الموضوع ده مسار جدل، خصوصا لو حصلت مناظره رئاسيه ما بين كاميلا هاريس وما بين دونالد ترامب. خصوصا ان كاميلا فريق بتاع كاميلا هاريس طلب ان هو يعمل مناظره مع ترامب، وترامب قال انا مش هخش في مناظره معاها الا اذا تم ترشيحها رسميا من قبل الحزب بتاعها، عشان انا مش هضيع وقتي وادخل مع حد وبعد كده يجي الحزب يرشح حد تاني. هاتولي المرشح اللي انتوا تتفقوا عليه وبعد كده نعمل مناظره. فعشان بس ما نطلعش في حته جانبيه، ولكن موضوع الاجهاض
حزب الجمهوري، الحزب الجمهوري ضده تماما. وكان تم وكنت كلمت حضراتكم فيه من سنة تقريبا كده او اكتر، ان السوبريم كورت كانت خد قرار ان ال الاجهاض غير مصرح به لاي سبب الا لاسباب طبيه قصوى تتعارض مع حاله الام الصحيه، يعني الام تكون في حاله خطر او الجنين يكون في حاله خطر. الموضوع كان مقفول تماما، ولكن حاليا الحزب الجمهوري بيناقش في المسوده بتاعته موضوع ان هو يكون لان هم كانوا مانعين الاجهاض ده تماما حتى لو في بدايه الحمل. ولكن دلوقتي في مناقشات كده بتتم داخل الحزب الجمهوري انه ممكن يتم في بدايات الحمل لو الموضوع فيه سيفتي على سلامة الأم، إن ممكن يتم التخلص من الجنين في الأشهر الأولى. ولكن هم ضد تماما فكرة التخلص من الجنين بعد ما يتكون ويكون خلاص بقى طفل. الحزب الديمقراطي عكس الفكرة تماما، هو عنده استعداد انه يتخلص من الجنين حتى لو فاضل يومين على الولادة، ما عندوش مشكلة خالص، يتم إجهاض الطفل وقتل الطفل وما عندهمش أي مشكلة خالص في الموضوع ده. دي 5 مواضيع شيقة جدا يا جماعة ومهمة جدا، وانتوا رايحين تنتخبوا لازم تبقوا فاهمين انتوا تنتخبوا انهي حزب وعلى اي مرجعيه، وايه الريفرنس بتاع كل مرشح من المرشحين سواء كان رئيس او نائب رئيس، ايه الريفرنس الحزبي او الخلفيه الحزبيه اللي هو جاي وراها. ودايما وانت بتفكر في انت هتنتخب مين لازم تكون عارف مين المرجعيه بتاعته. اتمنى ما اكونش طولت على حضراتكم، معلش انا عارف الحلقات اللي بنتكلم فيها عن السياسه بتكون طويله شويه، ولكن معلش اتمنى ان انت لما تتفرج على الحلقه دايما نكون هنتكلم فيها عن السياسه تتفرج عليها وانت رايق وانت فاضي وانت في وقت تكون مركز والدنيا تكون فيها معاك مظبطه شويه. اتمنى ان انا اكون قدمت لحضراتكم معلومه ولو بسيطه. بشكركم جدا جدا جدا، وكان معاكم ايمن من امريكا.